وصلت إلينا، والفتاة هذا وقامت بإبلاغ وقدمت شكوى إلى نيابة الأمن والبحث، وتم على ضوءها تحويلها إلى مدير مباحث العاصمة، وعلى ضوءها تم التحرك وضبط ذي الشخص. وتلك الابتزازات والتهديدات الذي وصلت بها هذه الفتاة 100 مليون ريال يمني و25,000 دولار، 250,000 سعودي، 280 ريال فرنسي، 376 حبة جنيه ذهب، 46 مشخص ذهب، مقتنية أسلحة وجنابي، 5 بنادق و5 مسدسات. كانت الفتاة تقوم بإعطائها المبالغ المالية على فترات متفاوتة، يعني لمدة سنة كاملة. عند حصول على صورهن يقوم بابتزازهن وتهديدهن بمبالغ مالية، وإلا أنه سوف يقوم بنشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم ضبط الشخص؟ تم ضبط الشخص عندما يتم الفتاة تأتي إلى عندنا وتقوم بالإبلاغ، وبتوجيه مباشر من مدير مباحث العاصمة والنيابة وكيل نيابة الأمن والبحث، وبتوجيه مباشر من مدير أمن مباحث العاصمة العقيد حسن بتران، ويتم على ضوء ذلك التحرك وضبط الشخص ووصوله إلينا وهو متلبس بتلك الصور واعترافه ويقر بما قام به. حصل بيننا تواصل حب، بس استمرنا حوالي سنة ونص. في بدأت تدعمني بزلط، كانت تدري على مبلغ على 20,000 سعودي، على قامت بإعطائني مبلغ مالي يقدر 140,000 سعودي. ادتني يعني كانوا كل شهر تدي 20,000 سعودي، مرة 10 ومرة 5، يعني في عدد متفرغة. بعدها أعطتني 25,000 دولار دفعة واحدة. مرة ادتني 3 بنادق دفعة واحدة، مرة 2 دفعة واحدة. بعدها بفترة ادت لي 2 جنابي و2 مسدسات دفعة واحدة. مرة ادتني 5 مليون يمني دفعة واحدة. ماشي عظيمة، بس قد غلطنا، قد وقعنا بالغلط يا أخي، خلاص ما. أيوة، نادم على الشيء اللي سويته، ونادم على هذا الحال الذي وصلت إليه.